ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 كل الناس اللي متابعيني، بجد وحشتوني جدا، والناس الجديدة اللي هتنورني في القناة في الفيديو ده اللي هتشوفه النهاردة. بجد هتنوروني، وميرسي ليكوا على المتابعة، ويا رب يكون القناة هتعجبكم لما هتدخلوا تاخدوا جولة فيها وتستفادوا منها. ويا رب اللوك بتاع النهاردة ده اللي انا عاملاه دلوقتي ايه رأيكم فيه؟ يا رب يعجبكم. تاني حاجة، اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس عشان يوصلكوا اي فيديو انا هعمله، عشان الفترة الجاية بإذن الله هعمل فيديوهات كتير اعوضكم عن الفترة اللي انا غبت فيها وما عملتش فيها فيديوهات خالص. فبإذن الله انتظروني الفترة الجاية دي في فيديوهات جديدة بلوكات مختلفة، وده اول لوك منهم النهارده. طبعا محدش انا ما عملتش اصلا على القناه اي لوك بالشكل ده او بينكات او كده. فتاني حاجه، انا بعتذر لكم جدا عن الفتره اللي انا طبعا غبت فيها، لان انا كنت بمر بظروف صعبه جدا جدا. ابني تعب وحصل كده دروبات وانا تعبت وكده، فحصلت دروبات كتير جدا من بعد العيد الصغير، وانا على طول واقعه، على طول في حاجه، على طول تعب. فانا ما كنتش بكامل صحتي او بكامل قوتي ان انا اقدر ان انا اطلع واعمل فيديو، او ما كنتش فاضيه ان انا اعمل فيديوهات خالص. فبجد بعتذر لكم جدا كل الناس اللي متابعيني وبيستنوا فيديوهاتي، بعتذر لكم جدا. وباذن الله الموضوع ده هحاول على قد ما اقدر، يعني حياتي ما تجيش على حسابكم انتوا، وان انتوا تنتظروني. وبجد ميرسي جدا لكل حد متابعني ولسه متابعني، على الرغم ان انا قعدت فتره كبيره ما نزلش فيديوهات ولسه متابعني. وناس جديده جت، انا اخدت بالي ان في ناس جديده جت في القناه، بجد منوريني، وشكرا لكم ان انتم تابعتوني. وباذن الله اكون عند حسن ظنكم. ويلا بينا بقى عشان ما نطولش على بعض، يلا بينا بسرعه نشوف اللوك اتعمل ازاي. وطبعا انا مش هبدأ بوش، انا خلصت وشي الاول وبدأت اعمل في العيون. فهي العيون هي اللي في الفيديو النهاردة، عشان طبعا كلكم عارفين الوش بيتعمل ازاي، الناس اللي متابعيني. والناس اللي مش متابعيني هتشوف فيديوهات، والفيديو الجاي برضو هبدأ ان انا اعمل الوش كامل قدامكم، علشان كل الخطوات تكون في فيديو واحد. واللي ما اشتركش وبيشوف الفيديو دلوقتي انا شايفاك، اضغط اشتراك وفعل الجرس واعمل لايك للفيديو عشان برضو في غيركم يستفادوا. ويلا بينا على الفيديو الجديد. هاي لتاني مرة. دلوقتي بقى هنبدأ نعمل لوك العيون بسرعة بسرعة علشان ما ناخدوش مع بعض وقت. انا طبعا فنشت الوش خالص عشان ما يبقاش وقت الفيديو كبير. فانا دلوقتي هبدأ بالعيون زي ما انتوا شفتوا في مقدمة الفيديو اللوك اللي انا عاملاه لكم. بصوا، انا هاخد اللون البينك ده، هبدأ ان انا احطه على الجفن الثابت زي ما انتوا عارفين. هبدأ كده اطبقه على الجفن الثابت. بس هعمل تركايه كده، انا اول مره هعملها معاكم، ان انا هبدا ان انا الزق، عشان انا عامله وشي طبعا وانتوا عارفين ان انا ما بعملش وشي كتير الاول، فاللوك ده هيكون قوي شويه. فهبدا ان انا اعمل لزقه بحيث ان انا ما امسحش. انا كده لزقت اي لزقه عندك اعملي بيه. انا زي ما قلت لكم ما بحبش اقف على حاجه، فانا جبت اللزق السولوتيب العادي ولزقت. هبدأ ان انا اخد اللون البينك اللي قلت لكم عليه في الاول، وابدأ ان انا اعمل كسرة العين، اللي هو خط الكريس اللي هو الجفن الثابت اللي هو عند العظمة دي. وابدأ اخد اللون الناحية التانية. طبعا انتوا عارفين ان انا بصة لتحت عشان بصة على المراية، عشان طبعا ماسكاها بايدي.
وده على فكرة اللزق ده هيسهل لكم جامد جدا جدا، وهيخليكم تعرفوا ان انتوا تحددوا زاوية العين الخارجية بكل سهولة، مش هيكون صعب قوي عليكم. بدل ما تمسحوا وتعملوا اللزقة دي هتريحكم كتير. كده انا خلصت اول لون. هبدأ اخد اللون اللي هو اغمق شوية، اللي هو اللون ده، اغمق بيه الحتة اللي تحتيها بالظبط. هاخد فرشة اصغر شوية، انا باخد اللون وبنفض عشان ما يبقاش فيه اي زيادة، عشان الزيادة لو كتير يعني انا اقدر ازود لكن ما اقدرش ان انا اقلل. عشان اللون لما اجي ادمجه اعرف اعمل التدريجة بتاعته، عشان ما يبقاش فيه خطين. لازم تاخدي كمية قليلة الاول، وبعد كده تقلي زي ما انت عاوزة لحد لما توصلي للدرجة اللي انت عاوزاها. انا كنت النهارده ناويه ان انا اعمل لكم لوك كده يليق على كل الفساتين، بس طلع معايا اللوك ده. حبيت ان انا اغير الروتين واعمل لكم شويه بينكات. هدمج واجيلكوا تاني عشان ما نطولش على بعض الفيديو. انا كده دمجت العينين وخليتهم زي بعض. هبدا اجيب فرشه فلات واحط فيها كونسيلر او فونديشن، وابدا ان انا احط شويه كده على الجفن المتحرك وابص لفوق عشان احدد كسرة العين. هبدا ان انا امشي عليها واحددها واجيلكوا تاني. انا كده حددت العينين بالكونسيلر اللي هو عملت جفن تاني لعيني، وهبدا ان انا اموه الطروف بتاعته عشان ما يبقاش حاد قوي بالالوان اللي انا استخدمتها في الاول. بس انا هاخد اللون الغامق وابدا ان انا اموه بيه. معلش المرايه جت على الكاميرا وما اخدتش بالي. وممكن على فكره تاخدوا بصباعكم وتموهوا بيه عشان اللون ياخد الحراره بتاعه الايد. يعني ممكن ده وممكن ده، عشان انا ما بحبش اصعب عليكم حاجه وانتوا عارفين حاجه زي كده فيا. دلوقتي هبدأ اخد اللون الشمر اللي هو ده، هبدأ ان انا اطبق على الكونسيلر. انا بحب اعمل بصباع على فكرة علشان اللون يبقى بيجمنت قوي او تقيل قوي. لكن بقى الحروف الضيقة هبدأ ان انا اطبقها بالفرشة.
انا عارفه ان انا بقالي كتير قوي 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 ما بعمل لكمش فيديوهات خالص خالص، بس بجد والله صدقوني كان ظروف اقوى من اي حاجه، ان ابني تعب وانا تعبت. وفي كده الايام الجايه باذن الله هقول لكم على حاجه كده كانت برضو مخلياني ان انا مش عارفه ان انا اعمل اي فيديوهات بسبب التعب اللي انا كنت فيه. بصوا، الناس اللي عاوزه تخليه على كده هادي تخليه كده. انا لسه هعمل ايلاينر، بس انا انتوا عارفين يعني انا ما بحبش اثبت على كده، انتوا عارفين فيا حاجه زي كده، بحب اعمل ايه التركايه الاخيره بتاعتي. وانتوا عارفين ان انا بحب برضو الجليتر، يعني انا عشت الجليتر. فهبدا ان انا اخد اللون اللي هو الجنزيري ده، هبدا ان انا احط تاتشات كده على اللون الاساسي عشان يبقى قوي، عشان انتوا عارفين ان انا بحب الحاجات القويه. يعني انا من عشاق الحاجات القويه، بس هعمل ايه بقى؟ اللي مش عاوز او مش حابب يبقى حاجه قويه كده يقدر ان هو ما يحطش اللون ده التاني. طبعا الكاميرا مش جايبه، بس ايه، حاول اقرب لكم شويه، ازوم شويه. انتوا عارفين طبعا ان انا عندي مشكله في الكاميرا، ما بتجيبش الجوده اللي على الحقيقه. دعواتكم بقى كده اشتري تليفون جديد عشان يظهر لكم اللوك بفخامته اللي بتكون على الحقيقه. يعني انا نفسي والله العظيم يظهر لكم زي ما انا بعمله بالظبط، بس بكل اسف الالوان برضو بتختلف شويه عن الحقيقه. يعني مثلا لو انا حطيت روج بيج بيظهر في الكاميرا عندكم كشمير، فعشان بس نكون متفقين مع بعض على حاجه زي كده. هبدا ان انا ارسم ايلاينر بس بالبودر، مش اللي هو الجل لاينر او الايلاينر او الفلوماستر وكده. هعمله بالبودر، هعمله هيك عشان طبعا مش هعرف ان انا اركز وهياخد وقتي في على الكاميرا. كده انا رسمت الايلاينر والوينج الداخلي والوينج الخارجي. وبكده بقى هبدأ ان انا اخد الالوان اللي انا استخدمتها فوق هستخدمها من تحت بس باللون من الاغمق لافتح. بس انا من رأيي هستكفى بلون واحد بس اللي هو اللون الغامق. طبعا اللوك ده محتاج طبعا لينسز، وانتوا عارفين انا بطلت البس لينسز بقالي فتره كبيره قوي. مسهل بقى عيني تروق كده، وابدا ان انا البس لينسز من اول وجديد. دلوقتي اخدت البودر وهبدا ان انا انضف تحت العين.
هبدأ ان انا اخد الحتة دي كده عشان ارفع المناخير شوية. بس كده ناقص الروج. كده انا حددت شفايفي، كده ناقص الروج. كده هعمل، على فكرة انا كنت ناسية الرموش ده للعلم، يعني انا كنت ناسيها خالص. هركب الرموش. بصوا لما ركبت الرمش ده، بص اللوك اختلف ازاي تماما. نقطة الجلو مش مشكلة. بصوا الفرق من العين دي من العين دي، فرق شاسع. هركب الرمش التاني واجيلكوا تاني، متقفلوش. كده بقى فاضل اخر حاجة هعملها في الفيديو وهطير. لا 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 لا. بس قبل ما اعمل اخر حاجة في الفيديو وتقفله، حابة اني انا اشكر اي حد متابعني، وبرحب باي حد جديد جالي وعمل متابعة في القناة. بجد نورتوني جدا، وميرسي لكل حد كان موجود معايا من اول فيديو انا عملته. بجد انا مش عارفة اشكركم ازاي، وعلى دعمكم ليا، وان انتوا بتستحملوني حتى لما بغيب عنكم، ما بتروحوش في اي مكان، يعني ما بتلغوش المتابعة او الكلام ده كله. فبجد حابة ان انا اشكركم جدا جدا من كل قلبي على متابعتكم ليا. وباذن الله باذن الله كده هبدأ ان انا احاول ان انا انتظم شوية، واحاول برضو ان الظروف ما تخلينيش ان انا ابعد عنكم زي ما انتم متابعيني وبتستنوا الفيديوهات بتاعتي. انا هحاول على قد ما اقدر ان انا ما اغيبش عنكم، وعلى طول اكون متواجده معاكم. بس انا بس اللي بتمناه منكم ان انتوا تدعوا لي الفتره دي والفتره الجايه، لان انا بمر بايام، يعني كلمه صعبه دي قليله شويه. فاتمنى كل حد فيكم شايف الفيديو يدعي لي ويدعمني. وحابه اقول لكم برضو تركيه في الميك اب بقى، نخرج من الموضوع ده. حابه ان انا اقول لكم على تركيه
بدل الليب جلاس. والليب جلاس طبعا ما بيكونش ثابت، بيحرك الروج، حتى لو ثابت بيحركه من مكانه. تجيبوا هايلايتر، تبداوا ان انتوا لو انتوا عاوزين الروج يكون جلاسي كده وبيلمع، تبداوا ان انتوا تجيبوا لون شيمر او لوز باودر اسمه ايه، او هايلايتر، وتبداوا ان انتوا تعملوا على شفايفكم. بصوا ادى نفس الايفكت بالظبط. ايه رايكم؟ حابه اعرف رايكم ايه في الكومنتات. وبرضو برجع تاني واقول لكم انا اسفه جدا 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 على التاخير بتاع الفتره اللي فاتت دي كلها، واوعدكم باذن الله هكون مستمرة معاكم، واحاول على قد ما اقدر ان انا ما غيبش عنكم الفترة دي تماما، وهحاول على قد ما اقدر الفترة الجاية انزل لكم فيديوهات بسلسلة حلقات، او مش سلسلة حلقات، سلسلة فيديوهات كده عن لوكات مختلفة. واللوك انتظروني بقى في اللوك الجاي او الفيديو الجاي، هعمل لكم فيديو يعني عشان في كتير مننا قوي بيلبس الفساتين بس بيحتار يعمل شادو ايه او يعمل ميك اب ايه. فانا هريحكم من كل ده، وهبدأ ان انا اعمل لكم لوك يناسب كل الفساتين وكل هدوم عندكم، بحيث ان اي حد عنده مناسبة ولا اي حاجة ما يحتارش. وطبعا في ناس طبعا ما لهاش في جو الميك اب والكلام ده كله، فهي هعمل لكم لوك يمشي على كل الفساتين او كل الدرسات اللي عندكم، او اي مناسبة عندكم تقدروا ان انتوا تعملوا اللوك ده. هيكون بسيط جدا وخفيف وفي نفس الوقت شيك جدا وبيليق على كل حاجة. واشوفكم باذن الله في الفيديو الجاي، واستنوني. واللي ما اشتركش في القناه يشترك في القناه بسرعه بسرعه عشان يشوف الفيديو اللي جاي. وباي باي، واشوفكم على خير. باي باي.